السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم فيديو. هو الفيديو ده قبل ما افرش الشقة بتاعتي بيوم. بصوا بقى، انا كده الفيديو دوت بوريكم ان انا الغسالة الاوتوماتيك بتاعتي فيها مشكلة، فان شاء الله يعني ربنا يسهل واصلحها. فانا بغسل دلوقتي على الاطفال وعلى الغسال الستانلس طالما في بديل، الحمد لله. هنا بوريكم ان انا ملياهم وبغسل وماليه البانيو بشطف فيه، والحمام مكركب والهدوم على الارض وهدوم في الغسيل في سبت الغسيل وهدوم على في الاطباق. الدنيا مكركبه في الحمام. تعالوا بقى اخدكم معايا في الشقه. بصوا بقى، دي حافظات انا فرشها طول فتره الصيف. طبعا الحاجات دي هشيلها، اللي هي الكفرات اللي انا حطاها على الركنه هتتغسل برضو. هو العيال لسه رايحين على المدرسه، فانا بقى بحب ان انا اعمل كده الحاجه في الهدوء بعد ما هم يمشوا. فالكفرات دي طبعا هشيلها، اغسلها وهركب غيرها، عشان طبعا بتحافظ كتير كتير على الركنة بصراحة. وبصوا، حاطين مذكرات وحاطين كتب والدنيا متبهدلة. وهنا بقى مكان نايمين برضو، الملاية دي هشيلها خالص اغسلها. وهعمل معاكم كده روتين حلو النهارده، بس هو الروتين مش هيبقى ان انا بعمله قدامكم، يعني انا بوريكم قبل وهوريكم بعد، لان الرنج عندي بايظ. طبعا شغلي كله كان في حركه وميه، فانا مش عارفه بصراحه امسك التليفون واتحكم فيه بنفسي. وهنا مكان ما كنت نايمه انا مغيره الملايه دي امبارح، كنت حاطه بدلها ملايه بامبا وشلتها. وهنا السجادة اهوت هنزله، عشان ان شاء الله هبدأ افرش بقى، عشان خاطر الشقة ابتدت تسقع، والعيال بصراحة مفيش حاجة مفروشة غير الصالة زي ما انا وريتها لكم، فما بيستحملوش يدوسوا على البلاط دلوقتي. فهبدأ بقى ان انا افرش وكده. والحافظات طبعا ديت انا هشيلها، بتاعت الصالة دي هشيلها وهغسلها. بصوا البلاط اهو، الاوض كلها من غير فرش، سايبه بس انا في الصاله عشان خاطر قعدتنا واكلنا وشربنا، وهم برضو ما ياخدوش في رجليهم ويحطوا على الفرش. وهنا الاوضه ديت برضو اهيت، برضو كل حاجه فيها اهيت، ما فيهاش اي فرش، كله على البلاط. كل الاوض مفيش الا هي بس الصاله هي الوحيده اللي فرشه فيها الثلاث حافظات دول انا بحطهم بس كده احتياطي في فترة الصيف كده، بيبقوا الدنيا مبهدلة يعني. الأوضة دي برضو انا كنت مغيرة لها الملايات بتاعتها، بس هعدلها، لان مكان ما بيغيروا الصبح اهي ريناد حاطة مثلا الترنج بتاعها هناك على السرير. مكان ما بيغيروا الصبح فبيقعدوا يبهدلوا الدنيا على السراير يعني وكده. تعالوا بقى عشان خاطر نشوف الدنيا هتبقى فيها ايه ان شاء الله بعد ما اخلص الروتين. ونشوف كده ايه اللي هيحصل، وربنا معانا ويقوينا يا رب. وده يوم من حياتي حبيت ان انا اصوره معاكم يعني قبل ما الشتاء يخش علينا وكده، وقبل ما افرش الشقة وريتكم نظام الشقة كان عامل ازاي. انا بقالي كتير غايبة عنكم، بس الحمد لله يعني ربنا يا رب كده يهدينا ويشفينا، لان انا كنت تعبانة شوية الفترة اللي فاتت دي. وان شاء الله في الفيديوهات الجاية انا او ممكن في الفيديو ده احكي لكم اللي حصل معايا، بس تعالوا نشوف بعد الغسيل ايه اللي حصل. انا بدأت لكم طبعا المرة اللي فاتت من المنظر ده. طبعا ساعة الغسيل مش موجود لاني لسه انا ما نشرتش، بس انا بوريكم بعد ما خلصت لازم بعد كل غسيل اعمل كده، انضف الحمام. ما بعرفش انشر غير لما يكون الحمام بالشكل ده، والارضيته هتكون منشفاه كويس جدا. طبعا انا مش بفرشه في الصيف، معلش ان انا بنهك شويه. وهنا خلاص اهيت، طبعا فضيت البانيو وفضيت الغسالات و غسلت القعده والبانيو والحوض، وغسلت كل حاجه ونشفت الارض زي ما قلت لكم اهوت، كل حاجه موجوده. و كده ده الحمام. طبعا طول ما انا بقى بعمل حاجة يعني بغسل كنت بعمل حاجة. طبعا انا وريتكم ان انا غيرت الفرش ده، الكفرات دي كانت ماما مديهالي اللي فات. التقيل ده حلو جدا، انا مش بحب ده. هو انا ده بحطه بس احتياطي عقبال ما التاني بينشف، لانه بيتزحلق بسرعة، مش بيبقى ثابت يعني. ف
غيرتهم. طبعا انا قلت لكم ان انا كنت حاطه مغيره منظر الركن بسبب التلفزيون. طبعا في الصيف الركنه دي اتبهدلت احلى بهدله بسبب التلفزيون وكده، كان موجود في المكان ده وكنا كل قعدتنا هنا. طبعا بقى اكل وشرب وتسالي وقصب وبص حاجات غريبه كده كانت بتحصل في المنطقه هنا. فجيت برضو غيرت الكفرات اهيت بقيتها اهي، وظبطت الركنه اهيت. وطبعا زي ما انا قلت لكم الحفاظات دي انا مش فرشه في الشقه خالص غيرها هي، وهتتغسل عشان خاطر بقى ابدا ان شاء الله انزل السجاد وكده. تعالوا بقى اوريكم الغسيل. بصوا بقى طبعا الغسيل ده كله مش هيجي ببلكونه واحده، طبعا البلكونتين الاتنين. فانا هنا حاطه المقشه اهي، لسه هخش بقى انضف البلكونات عشان انشر وكده، بكنسها وبمسحها وبمسح السور والحبال وبعد كده ابتدي انشر يعني. شفتوا اهو، ده السبت ده فيه الكفرات بتاعه الركنه وفيه الملايات بتاعه السراير، والطبق ده فيه الابيض، والطبق ده فيه الالوان والترنجات والحاجات والشرابات والحاجات الكتير اللي انا كنت غسلاها دي. هنا بقى طبعا انا غيرت الملاية دي اهي. بصوا الاوضه كان شكلها ايه وبقى ايه. طبعا ده روتين كل يوم الصبح طبعا. والبتاع ده انا زهقانه منه، ده بتاع العجله بتاع ادم، كان فك وجابهولي حطوهولي هنا. فهو بصراحه لو ما حطوش في العجله تاني انا هحطه في البلكونه اما جفرش. وهنا بقى الترابيزه دي انا عاملاها لكتابهم والشنط المدرسه بيحطوها تحت هنا اما بيجوا وبس كده. وهنا في بقى اللي هي السجادات الصغنططه دي طبعا اللي انا هبقى فرشها يعني في الاوض، بس السجاد الكبير هو اللي فوق الدواليب. الكرتونه دي فيها لعب ادم، كل ما يخش البلكونه يجيب لي لعبتين 3 بيضحك عليا يعني عادي، وانا عامله نفسي عبيطه. بصوا بقى هنا دي الاوضه دي طبعا انا كنت مغيره المفرش ده امبارح، بس انا كنتش مصوره. فطبعا المفرش ده نضيف اهوت، مكان بس مكان نايمين وكده، وانا حركتي كتير في النوم فتلاقيني بمسك الملايه بوديها بطريقه غريبه يعني. فاهيت كده هي نظيفه، بس انا طبعا شايله التانية كان لونها بامبا غسلها برضو مع التانية. وهنا طبعا بصوا بقى انا مسحت المراوح كلها غير الا مروحه الصاله المعفنه دي. تعالوا بس انا مش انتم مش غريب عليا يعني. بصوا المروحه شكلها عامل ازاي، والله العظيم شكلها مقرف. المروحه دي طبعا لسه ما مسحتهاش لان دي بتحتاج سلم، انما انا مسحت. بصوا مسحت كل المراوح بتاعت الشقه اهي، بس ما كانتش بصراحه بالقذاره بتاعت المروحه بتاع الصاله دي. ولبستهم الكفرات بتاعتهم، فانا مستنيه جوزي ما يجيب السلم بقى يجيب السجاد نعملها بالمره. وبرده اهي دي برده عملتها، وقفت على الكرسي بتاع المكتب وحطيت المخدات اللي انا حطاها في المطبخ عليه فعلتني اكتر، فعرفت ان انا اعملها. بس مش عارفه دي اللي بتحس مش عارفه تحس ان السقف عندي مش قد بعضه، مش فاهمه في حاجه غلط. دي طبعا بايظه المروحه دي بتاعه الركنه، فطول الصيف اصلا بكفرها ما عملتهاش، وعملت كمان بتاعه اوضه الانتريه تمام. وبس بتهيالي كده خلاص هطلع بقى نشر وايه واجي اوريكم هنعمل ايه بقى في المطبخ. تعالوا اوريكم بالمره اوضه الانتريه. استنى، اوضه الانتريه عملت المروحه. انا مش عارفه انا مهنجه كده ليه. عملت المروحه، وطبعا الاوضه هي على طول دي مترتبه. الترابيزه بقى اللي بره دي حلاوتها انها متنقله معايا، اللي هي دي الترابيزه دي اوقات رينات تاخدها وتخش تذاكر عليها جوه في اوضه الانتريه، ومعظم الوقت بيذاكروا عليها هنا. بصراحه هي حلوه نفعاني في حته المذاكره دي جدا، برغم ان هم بهدلوها والله وصعبانه عليا جدا. بصوا خربشوها وعملوا فيها حاجات غريبه كده، الاطفال بقى هتقولوا ايه. بس وكده يبقى انا عملت كده روتين اللي هو اليوم العادي. طبعا بقالي كتير ما صورتش معاكم، وحشتوني جدا جدا جدا. فهخش بقى انشر ونيجي نكمل بقيه الروتين، استنوني.
هنا بقى كنت خلاص عملت الاكل وبصوره معاكم. هنا رز، عملت رز، وهنا كانت اللحمه والشوربه، وهنا كنت عامله كمان باميه بالشكل ده. تعالوا بقى نفرغ الاكل عشان خاطر كنا جعانين جدا، واوريكم شكله عامل ازاي بقى وهو متفرغ. اهو بصوا ادي الرز. احنا طبعا بنحب الرز حبايه وحبايه، دي انا مشهوره بيها طبعا من اول ما فتحت القناه. وديت الباميه، وده شوربه وال وانا كنت عامله كركديه عصير. برضو بنحب ان احنا نشرب عصير كده مع الاكل. آه وكده خلاص هيكون الاكل الحمد لله اتعمل. وقعدنا بقى اكلنا، وبعدين بقى هاجي بقى دلوقتي اغسل معاكم بقى المواعين، واحكي لكم بقى وافضفض لكم واقول لكم ايه اللي كان حاصل لي الفتره اللي فاتت دي. بس الاول قولوا لي ايه رايكم بجد، وتعالوا كلوا معانا. يلا بقى. بصوا بقى، هنا كنت خلاص دخلت بقى على المطبخ عشان اغسل المواعين، قلت بقى في الوقت ده اقعد ارغي بقى معاكم شويه. بصوا بقى، طبعا الواحد لما بيجي على نفسه قوي في صحته بيتعب، وكمان العين وحشه يا جماعه والله العظيم. يعني مش حد يشوفك مثلا ان انت مهتميه ببيتك وبعيالك يقولك مثلا ربنا يقويكي ربنا يديك الصحه، لا. دايما يتقال عليكي ان انت فاضيه. طالما مهتميه ببيتك وبعيالك انت فاضيه، ما وريكيش حاجه غير ان انت فاضيه. مش عارفه ايه كلمه فاضيه دي بصراحه، بس يلا مش مشكله، المهم يا رب بتيجي على قد الفضا بس. انت بتبصي في صحتك وبتبصي في حياتك. رجلي الفترة اللي فاتت دي كانت وجعاني جدا جدا، معرفش كان فيها ايه. باجي ادوس على رجلي احس ان انا كأن في مسمار تحت كعب رجلي. بجد كان بحس بألم فظيع. لسه لحد دلوقتي، بس يعني حاسة الموضوع قل شوية الحمد لله. طبعا جالي فتور كده ان انا يعني مش عايزة اعمل حاجة في الشقة خالص. غير الحاجات الطبيعية، اللي انا اقوم اروق مكان السراير مكان ما احنا نايمين، الركنة اظبط الفرشة اللي عليها مكان ما احنا قاعدين، اعمل اكل واغسل مواعين وخلاص على كده. انما بقى شغل الشقلباظات اللي انا كنت بعمله، وان انا ابقى متحمسة وعايزة اعمل وعايزة اسوي، لا 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 خالص. بقيت حاسة ان انا ماليش نفسي اعمل اي حاجة. عارفين جالي فطور، انا بقيت حاسة ان انا مش انا، حاسة ان في حاجة غريبة مش طبعي. آمم، وكانت الموضوع مضايقني من جوايا، بس عارفين لمّا بيبقى في حد من جواه حاجة ومن برّه حاجة تانية، أنا عايزة أقوم أعمل بس في نفس الوقت مش عارفة، حاسة إن في حاجة مانعاني. آمم، فيا جماعة بجد والله العظيم يعني فعلًا الحسد مذكور في القرآن. و أنا مش هاقول لكم ما تعملوش، ومش هينفع أقول لنفسي ما تعملش، لإن أنا عن نفسي واحدة ما باحبش أقعد في مكان مش نضيف. آمم، أنا بابقى متعصبة جدًا، أنا دايمًا كنت احب اروق شقتي قبل ما انام. دلوقتي لا، عادي لو هي متبهدله ممكن اسيبها للصبح بعد ما العيال يمشوا على المدرسه اروقها، زي ما انا وريتكم كده المنظر ده. كنتش بنام وشقتي كده، ولا ركنتي كانت تبقى واقعه كده او متبهدله كده، لا. كنت دايما لازم ان انا لو من بالليل ممكن اعمل، كنت بعمل معاكم روتينات مسائيه كتير، وكنت بوريكم واغسل الحمام بالليل واعمل واسوي وانشر واشيل واحط. ما عادش حاسه ان كل دوت راح، ما عادش فيه، وما تعرفش بقى ان كان قلة مجهود، نظرة. بس هي حاجة فيها نظرة، فيها حاجة فيها نظرة. بس فحاولوا يا جماعة بجد ان يعني اللي يشوف حد يكون مهتم ببيته يقول ما شاء الله ربنا يديله الصحة ربنا يقويه ربنا يعينه على اللي هو فيه. على فكرة احنا بنتعب يعني. هو الموضوع مش بقوله كن فبيكون، انا بهلك صحتي عشان خاطر بيتي يبقى نظيف وحاجتي تبقى نظيفة واحافظ على حاجتي واحافظ على بيتي. فقولوا ما شاء الله، كلمة ما شاء الله حتى دي بتحوش العين.